السلام عليكم ورحمة الله. رئيس الكاف يوجه صفعة للنظام الجزائري وأبواقه الإعلامية وينتصر للمغرب بسبب منع المنتخب المغربي من المشاركة في الشان بالجزائر. ولكن قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Football and get and cross into the line of politics. That's not our domain. Algeria has its own explanation as to what was happened. They say yes, but الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر عن أسفه الكبير لعدم تمكن منتخب المغرب لأقل من 23 سنة من السفر إلى الجزائر بخط جوي مباشر من المغرب لمدينة قسطنطينة بالجزائر للمشاركة في النسخة السادسة من بطولة أفريقيا للمحليين. وقال موتسيبي في تصريحات لقناة مغربية بأنه لا يجب خلط الرياضة بالسياسة، وقال يجب أن يتوجه هؤلاء الشبان للجزائر من أجل المشاركة في بطولة الشان. مع الأسف الفريق الوطني والمجموعة نتاعو ما زال ينتظر الترخيص، ومؤسف جدا أنهم استعدوا لهذه التظاهرة خلال أشهر. حرمان هؤلاء الشباب من المشاركة في تظاهرة رياضية شيء مؤسف جدا. وفي النهاية لو انت مؤيد لقرار انسحاب المغرب من الشان بالجزائر ما تبخلش علينا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.